كل يوم بنحتار على الغدا، لكن النهارده بصراحه الولاد حلوها لي وقالوا احنا عايزين ناكل ايه. فقلت يا ما انت كريم يا رب. بس بصراحه ما كانش عندي لحمه مفرومه ان انا اعمل بيها الوصفه اللي هنعملها النهارده، فقلت مش مشكله، ما انا كست مصريه لازم اتصرف. جبت بصلتين هبدا ان انا اقطعهم بالشكل ده، بس اهم حاجه نصلي على الرسول ونقول اللهم بارك وربنا يحفظكم يا جميعا. ودايما ندعي لاولادنا كده ربنا ييسر لهم الحال ويهديهم يا رب. هنا بقى حطيت البصلتين بعد ما قطعتهم بالشكل ده، ومعايا قرنين فلفل بس بارد بصراحه مش حامي، واحد احمر وواحد اخضر. حابه تستخدمي احمر بس او اخضر بس اللي يريحك. انا حبيت بس اعمل ميكس كده علشان خاطر الحشوه تكون مظبوطه. قطعت كمان الفلفل بالشكل ده. ايوه، ما انا لازم اجهز المكونات جنبي علشان خاطر ما اخدش وقت في الطبخ. بعد كده كمان معايا هو ورك فرخه كان متجمد عندي في الفريزر، فقلت يلا تعالى معايا بالمره. جبته بقى سهل عليا قوي ان انا اقطعه وهو متجمد بالشكل ده. قطعته بقى قطع صغيره. بصوا بقى، يعني لما بتجمدي اللحمه او الفراخ بيكون سهل عليك انك تقطعيها. اخدت بقى الورك في طبق جانبي، وكان عندي هما بالظبط 3 قوانص بتوع فراخ. كمان قطعتهم قطع صغيره بالشكل ده، هنعمل بيهم اكله عظمه. وبجد طعمها وريحتها بتكون خطيره جدا. اهم حاجه القوانص بتكون مغسوله غسله تمام ومنقوعه كويس علشان خاطر ما يكونش فيها ريحه اي زفاره. بعد كده حطيت طاسه على النار وضفت فيها معلقه زيت ومعلقه زبده. على نار عاليه بقى حطيت القطع الورك اللي قطعناه وهفردها في الطاسه بالشكل ده. مش هقلب على طول غير لما احس ان هي اتشمعت شويه من تحت علشان خاطر يكون طعمها لذيذ. بعد كده هاخدها على جوانب الطاسه وهضيف القوانص. رشه فلفل اسود واي نوع من التوابل اللي بتحبيها ضيفي بقى، ورشه حبهان مطحون، ورشه بسيطه كده من الكزبره المطحونه، ورشه بسيطه من القرفه. حلو الكلام. اهم حاجه ما تنسيش تكتبي لي رايك في الكومنتات ونصلي على الرسول ونذكر الله كده ربنا يصلح لينا وليكم الحال يا رب. خلاص هقلب بقى المكونات الجميله دي مع بعض، وبعد كده نضيف البصل. نسكت؟ ابدا ما نسكتش، ما انا حسيت ان الحشوه شويه صغيرين. طب هزودها ازاي؟ الاول كده هحط رشه ملح على البصله وهقلب. تمام. يا سلام بقى على الروايح الجميلة دي، ريحة خطيرة جدا. ناخد بقى الحشوة دي على الجوانب كده. وكمان كان عندي 3 كبد، قلت يلا تعالوا بالمرة، انتوا هتقعدوا في التلاجة تعملوا ايه؟ قطعتهم وحطيتهم على الحشوة. برضه هستنى تتصدم من الجنبين وهقلبها. ما تقلقيش، مش بتكون فيها ريحة اي زفارة طالما انت غسلها كويس ومتبلها كويس. دلوقتي بقى جه الدور على الفلفل اللي احنا نحطه، وهقلب كل ده. انا كنت شغاله على نار عاليه. بعد كده هدي عليها النار بقى واسيب البصل يدبل ويستوي مع الحشوه الجميله دي. وبعد كده على طول هجيب حله. بصوا بقى، جميله جدا الوانها وريحتها خطيره. هجيب حله واحط فيها 3/4 ميه، معلقه كبيره من الملح، ومعايا 500 جرام من المكرونه القلم. هنسلقها بقى بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه، بالظبط سبتها 7 دقايق. وهصفيها ومش هشطفها، يا دوب هتتصفى بس ومش هنحط عليها اي ميه. بعد كده غسلت الحله نفسها هي علشان خاطر بس ما نكركبش الدنيا. حطيت 3 معالق زيت وهحط 3 معالق من الزبده. تمام. استنى بقى الزيت والزبده يسخنوا مع بعض كويس. هضيف 6 معالق كبار من الدقيق علشان خاطر البشاميل بتاعك يكون مظبوط. خلي الماده الدهنيه نفس قياس الدقيق علشان خاطر ما يكلكعش منك. نحمص بقى الدقيق ونقلبه مع السمنه مع الزيت والزبده بالشكل ده كده لحد ما الدقيق كده ياخد لون خفيف. بعد كده معايا لتر من الحليب. طبعا الحليب بتاعنا بارد. هبدأ بقى ان انا اضيفه كله وهقلب بقى بالمضرب بالشكل ده كده. اول ما الحليب بيبدأ ان هو يسخن بتلاقي بقى قوام البشاميل اللي بدأ يتقل معاكي. رشة فلفل اسود ورشة بهارات فراخ. نظبط بقى الملح على حسب ما بنحب. وهقلب لحد لما البشاميل يبدأ ان هو يغلي معانا بالشكل ده. بصوا بقى الجمال، انا بجيب بس بالمعلقه شويه والمضرب شويه علشان خاطر لو في حاجه لازقه في جوانب الحله. وعلى طول اول ما البشاميل بيغلي معايا كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، على طول بضيفها على البشاميل واقلب. بصوا بقى الجبنه بتبدا تسيح وتمط معانا وحاجه كده تفتح النفس. ما انا لازم اظبط لهم الغدا اللي هم طلبوه ده. لما بيطلبوا مننا الغدا دي حاجه بتريحنا جدا، على الاقل خلاص انا مش هفكر. تعالوا بقى هنا كده نولع الفرن ونسيبه يسخن على ما نكون طبقنا الوصفه بتاعتنا. يعني فكينا المكرونه من بعضها، واحط فيها كده شويه من البشاميل كده، يعني غرقيها من الاخر، غرقي المكرونه بشاميل علشان خاطر برضه تكون طريه وجوسي كده لما يجوا ياكلوها. بصوا بقى الجمال. هجهز طاجن زي كده او صينيه اي حاجه بقى عندك، هحط فيها شويه من البشاميل في الارضيه بتاعتها واوزعهم كويس، وهضيف نص المكرونه. حابه بقى تحطي الخلطه على المكرونه وتقلبيها كلها مع بعضها اللي هي الحشوه يعني اللي يريحك. انا حطيت نص المكرونه في الصينيه وهبدا افرده بالشكل ده كده.
بصوا بقى ونجيب الحشوه الخطيره بجد يا جماعه. الحشوه حجمها او كميتها كانت مناسبه قوي قوي مع الصينيه، فقلت الحمد لله والله ربنا مش بيكسفنا. اهم حاجه نجبر بخاطر الولاد، مش لازم يكون لحمه مفرومه. اهم حاجه برضو علشان خاطر تاخدي حاجه كويسه لازم تعملي الاكل بحب، وباذن الله يطلع تحفه جدا. وبفضل الله عجبت الولاد قوي يعني. اخدت كمان معلقتين 3 من البشاميل كده على وش الحشوه علشان خاطر تمسك بقى في المكرونه. حلو قوي كده. هحط بقى الكميه التانية من المكرونه وبرضه اوزعها كويس. بصوا بقى، يا سلام، وصفة سهلة وبسيطة. وممكن تعمليها بس بالفراخ، يعني ممكن تزودي بقى ايه، يعني بدل ورك واحد وركين، ممكن تعملها بالكبد والقوانص بس انا بصراحة حبيت اتصرف باللي موجود عندي في البيت. واهم حاجة كده كده احنا اللي هناكل، فانا بس بديكوا فكرة وانتوا قولوا رأيكم طبعا في الكومنتات. واليومين دول يا جماعة نعود اولادنا ان احنا ما نتبطرش على حاجة، يعني الموجود ناكله واللي في ايدينا ان احنا نعمله. ربنا يا رب يرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب ويصلح لنا وليكم الحال. خلاص بقى هنا كده حطيت البشاميل ووزعته زي ما انتم شفتوا. هياخد شويه جبنه موتزاريلا على الوش، وحطي بقى الصينيه دي في الفرن. يا سلام على الجمال. انا النهارده بقى بصوا كنت مبسوطه قوي بصراحه، وقلت بقى اما اروق على العيال كمان. كان عندي شويه اجنحه تبلتهم معاكم في حلقه تجهيز الفراخ، وحطيتهم في الفرن تشوي جنب المكرونه. بصوا بقى المكرونه عامله ازاي. ممكن طبعا تتاكل لوحدها من غير اجنحه ولا اي حاجه خالص، بس بصراحه كان المود حلو النهارده فقلت اروق عليهم. بصوا بقى شكل المكرونه عامل ازاي، حاجه كده تفتح النفس. بألف هنا وشفا. اللي هيجرب الوصفه دي النهارده ان شاء الله تعجبكم قوي. مستنيه رايكم في الكومنتات تحت، واترككم في رعايه الله ومع السلامه.